السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم في حلقة جديدة ودردشة جديدة عن مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي. النهاردة النادي الأهلي بيلعب مباراة كبيرة وبيفوز 2-0 وبيتقدم 5 نقاط عن منافسه الثاني الزمالك اللي بيتعثر النهاردة وبيتعادل، ولولا العناية الإلهية نزلت للزمالك ما كان هيخرج مهزوم بهدف. الهدف التعادل بيجي في الدقيقة 95، يعني لو نادي الداخلية صبر دقيقة أو نص دقيقة كان الزمالك هينهزم للمرة الثانية على التوالي بهدف بلا شيء، ولكن خرجت نتيجة المباراة بالتعادل 1-1، وبيفقد الزمالك نقطتين في مشوار الدوري العام. بيفرق عن النادي الأهلي النهاردة 5 نقط، وبينفرد النادي الأهلي تماما بالصدارة بفارق 5 نقط عن الزمالك في المركز الثاني. النهاردة النادي الأهلي بيلعب مباراة جيدة المستوى 10/10. النهاردة الأداء منعش، النهاردة الأداء في حاجات كتيرة اتعدلت وفي حاجات كتيرة اتصلحت. النهاردة في سرعة في الأداء غير عادية. النهاردة الكورة ساعة ما كان النادي الأهلي بيفقدها بترجع بسرعة، يعني النهاردة بنضيع أكتر من فرصة. محمد شريف لوحده مضيع يمكن 3 فرص، عمرو السولية بيشوط من خارج ال 18. يعني لا، في حاجات كتيرة بصراحة اتعدلت واتحسنت. أنا بشكر اللعيبة النهاردة على الأداء اللي عملوه النهاردة، بصراحة ممتاز. فيه تطور في الأداء، فيه سرعة في الأداء، فيه تمركز جديد من اللعيبة وتمركز 10/10، فيه انقضاض على الكورة، فيه سرعة، فيه تواجد للعيبة مع بعضيها. اللي معاه الكورة ما بيقدرش يدور على كذا لعيب أو يدور على لعيب بكذا دقيقة، ما بيقعدش يدور على زميل، بيمرر بسرعة. حتى الكورة لما بتتقطع بتلاقي أكتر من زميل بيسيطر عليها. النادي الأهلي ما شاء الله ممتاز جدا، أكتر من لعيب بيرجع لمستواه الطبيعي، زي علي معلول، زي ياسر إبراهيم، زي أحمد عبد القادر كمان النهاردة ممتاز. ما ننساش محمد مجدي قفشة لما لعب في مكانه الطبيعي تحت رأس الحربة أصبح خطورته بانت وأصبح لعبه ظاهر للجميع وعمل مستوى 10/10 النهاردة. محمد مجدي قفشة النهاردة بيرد على المنتقدين اللي انتقدوه اليومين اللي فاتوا، ولكن غصب عن محمد مجدي قفشة ان هو كان كولر بيغير مركزه وكان بيلعبه في مكان غير مكانه. اكتر من لعيب بيرجع لمستواه. محمد هاني اللي مستواه ثابت ما شاء الله 10/10. اليو ديانج اللي بياخد النهارده راجل مباراة ممتاز. لا، الاداء يا جماعة اتغير، وهو ده الاداء اللي منتظرينه، ومنتظرين اكتر من كده واحسن من كده من النادي الاهلي. احنا عايزين نروح كأس العالم واحنا مطمئنين ان فريقنا رايح يشرف الكرة المصرية، مش رايح يؤدي اداء تشريفي وخلاص والسلام في مشاركة النادي الاهلي في كأس العالم واروح اتهزم مباراة ولا مباراتين وارجع على طول. لا، احنا طموح جمهور النادي الاهلي اكتر من كده بكتير. طموحنا اصبح زي طموح المغرب. منتخب المغرب لما لعب في كاس العالم وصل الدور قبل النهائي وكان قوسين او ادنى من الصعود للمباراه النهائيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. احنا بقى لازم نكون طموحنا اكتر من كده. طموح جمهور النادي الاهلي ان هو ينافس على كاس العالم، مش يروح يؤدي دور مشرف وخلاص وكانه وصل والسلام ونقف على كده. لا، احنا كجمهور عايزين النادي الاهلي ينافس الانديه العالميه على نهائي كاس العالم، او حتى على الاقل نحسن المركز الثاني، نصعد للمركز الثاني، نحسن الاداء على الاقل، يعني ان ما كناش نوصل للمباراه النهائيه. الحمد لله الاداء النهارده بيطمنا ان النادي الاهلي بخير وتمام يا رب، يوصل افضل من كده ويؤدي اداء افضل من كده، وان شاء الله اللي جاي افضل وافضل وافضل باذن الله. احنا مطمئنين على النادي الاهلي دلوقتي، ورغم الاصابات اللي بتحصل امبارح خرج علينا النادي الاهلي بتقرير عن اصابه كريم فؤاد بالرباط الصليبي بعد ما كنا متوقعين ان هو مزق او تمزق في الأربطة الداخلية للركبة. اتضح ان الإصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي، وبيسافر النهاردة امبارح كريم فؤاد للنمسا، وإن شاء الله يعمل العملية ويرجع لنا سليم وعافي بإذن الله. النادي الأهلي النهاردة بيشرفنا وبصراحة بيعمل أداء أكتر من ممتاز، لأن محمد مجدي قفشة لما لعب في مكانه أصبح لعيب خطر، أصبح بيحرك الفرقة. هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يحرك الفرقة وينشط الفرقة
وتلاقيه شغله باين في الملعب. اما لو غيرت مكانه ولعبته راس حرب او لعبته طرف او لعبته اي مكان في الملعب مش هيأدي. وعمرش محمد مجدي قفشه هيأدي الدور المطلوب منه، مش هيبان في وسط الملعب. النهارده بصراحه يا جماعه النادي الاهلي بيأدي اداء ولا اروع. خلال الشوطين سنحت لينا اكتر من فرصه وعلى مرمى انبي، ولكن للاسف في الشوط الاول ما قدرناش نستغل الفرص اللي جات لنا اكتر من حوالي 3-4 فرص كانوا مؤكدين، منهم فرصتين لمحمد شريف ما قدرش يستغلهم، وفرصه لعمرو السولية اللي شاطها بجوار القايم، وفي فرصه تاني لحسين الشحات ما قدرناش نستغلها. لا النهارده بصراحه الاداء 10/10 وعجبني. في حاجه كمان، الدفاع بدا يتظبط النهارده، يعني الثغرات اللي كانت موجوده في خط الدفاع النهارده بدات تتظبط لما كولر خد باله من الحته ديت. يعني الثغرات اللي كانت بين قلبين الدفاع محمود متولي وياسر ابراهيم، او ياسر ابراهيم وعلي معلول، او محمد اللهم صل على النبي محمود متولي ومحمد هاني، اصبحت الثغرات دي مقفوله الحمد لله. ما فيش حد استغل الثغرات اللي هي في الدفاع وحاول عليها، والحمد لله انها اتقفلت. الثغرات اللي كانت ورا علي معلول، المساحات الفاضيه اللي كانت ورا علي معلول ما شاء الله النهارده ياسر ابراهيم بيقدر يغطيها بشكل كويس. محمود متولي النهارده عمل مباراه كويسه جميله. محمد هاني رجع لمستواه وهو كده ثابت مستواه من زمان، ولكن بيأكد ان هو مستواه 10/10 وما يقلش اي اهميه عن اكرم توفيق. بنشوف اليو ديانج بياخد رجل المباراه النهارده وهو يستحقها بصراحه لانه عمل مباراه كويسه. عندنا عمرو السولية ما زال مستواه ثابت لحد الان وهو رمان ميزان خط النص للنادي الاهلي. وعمرو السولية لو غاب عن النادي الاهلي بيبان ان في حاجه غايبه عن الفريق. حسين الشحات بيأدي اداء النهارده اكتر من روعه. احمد عبد القادر النهارده فوق الممتاز، كرته سريعه، ما بيحتفظش بالكره في رجله، تلاقي المهاره ما شاء الله عليه، بيلاقي زمايله وبيبص زمايله بسرعه. يعني فيه تطور في اداء احمد عبد القادر عن المباريات اللي فاتت. النهارده النادي الاهلي بيفاجئنا باداء ممتاز جدا جدا جدا، ويا رب يفضل على كده باذن الله. تعالوا نتكلم شويه عن الصفقات الجديده. زي ما قلنا النادي الاهلي بيخلص في محمد الضوي، وده خبر يعتبر قديم واحنا اللي فرضنا بالخبر ده من زمان. والنادي الاهلي بيجيب الصفقه الثانيه اللي هي خالد عبد الفتاح لاعب نادي سموحه، والنهارده بيأدي الكشف الطبي اللي هو اللعيب الغاني، انا مش متذكر اسمه دلوقتي، بيأدي الكشف الطبي وبيختبر اللاعب المالي النهارده بيجتاز الكشف الطبي للمرحله الاولى من الكشف الطبي. ولكن الدكتور احمد ابو عبله بعد ما كشف اللعيب الكشف الطبي الاول، الدكتور احمد ابو عبله قال لك لا انا لازم اشوف واطلب نفسي على الفحوصات الطبيه اللي بيجريها اللاعب، ولذلك تاخرت الصفقه لبعض الوقت لحين استشاره الدكتور احمد ابو عبله على التقرير الطبي اللي هيخرج النهارده او بكره بدري خالص. فان شاء الله النادي الاهلي بيحاول يجيب صفقات ترضي غرور النادي الاهلي وترضي الجمهور. ان شاء الله نعمل مستويات جميله في كاس العالم، وباذن الله نشرف الكوره المصريه. الف مبروك ال3 نقط النهارده، والف مبروك النقطتين اللي فقدهم الزمالك النهارده في مشواره في الدوري، اللي بيخلي النادي الاهلي بيتصدر مسابقه الدوري العام برصيد بفرق 5 نقط عن الزمالك. وان شاء الله باذن الله يكلل نجاح النادي الاهلي بالفوز بالدوري باذن الله. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.